أهلا بيكم متابعينا، أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. بيبدأ المسلسل مع بيامي وبنعرف إنه من أشهر مصممي الأزياء في تركيا، وبيكون عنده عرض للأزياء وبيظهر عليه التوتر، واللي بيزيد توتره أكتر هي روزا واللي بتكون عارضة أزياء واختفت فجأة، وبيفضلوا يدوروا عليها لحد فجأة ما بتجيلهم وبيكون الفستان بتاعها مقطوع. وبيبدأ بيامي يغير الستايل بتاع الفستان وبيظهر عليه إنه شاطر جدا، وبيزعق لها وبيقول لها ان ده العرض بتاعها الاخير وانه مش عايزها معاه تاني. والعرض بيبدأ وبيظهر ان كل الحاضرين مبهورين بالستايلات كلها وبيحيوا بيامي، وبعد لما بيخلص العرض بيروحوا كلهم يحتفلوا ببيامي، وبعدها بيروح هو وصديقه ديمتري عشان يحتفلوا بيه لانه خلاص بيودع العزوبية وهيتجوز. وهم بيحتفلوا بتيجي سوزي وبتقول له ان جده مات وبيكون مصدوم ومش مصدق، وبيرجع بيامي للبلد عشان ياخد العزة بتاع جده، وبيظهر ان جدته زعلانه منه، وبتيجي الشغاله اسيا اللي عندها وبتقول له ان السيد مصطفى مش راضي ياكل وزعلان جدا، فجدة بيامي بتقول له يروح له عشان يشوفه لانه ما شافوش من مده كبيره. ولما بيامي بيروح له بنعرف ان مصطفى ده يبقى باباه، وان بيامي من وهو صغير بيتبرى منه عشان صحابه في المدرسه كانوا بيعايروه لان باباه مريض، ولما باباه بيشوفه بيجري عليه وبيحضنه على طول، بس بيظهر على بيامي ان هو مش بيحب باباه ومش طايقه خالص، وبيفضل يحاول بكل الطرق يبعد باباه عنه. وبيامي لما بيشوف صورة جده بيفتكر لما كان صغير وراح له وقال له انه مش بيحب باباه ومش عايز يعيش معاه بسبب التنمر اللي بيحصل له من اصحابه، وبيقول لجده وبيفضل يترجاه انه يخليه يسافر ويبعد عن باباه لانه مش عاوز يعيش معاه، وجده بيوافق. وجدته بتشوف بيامي وبتقوله ان جده كان بيحبه، وبتقوله ان بعد موت جده ما بقاش ينفعوا يعيشوا في القرية وهيروحوا يعيشوا معاه في اسطنبول. واول ما بيامي بيسمع كلامها بيكون مخضوض لانه هو الصغير خلى جده يسافروا اسطنبول عشان يبعد عن باباه، بس ما قدرش يقول لجدته حاجة، وطبعا بيكون مضطر انه يوافق. وهو راجع لاسطنبول بيفضل يتفرج على باباه وحركاته الطفولية ومش بيكون طايق باباه نهائي، وبتجيله سوزي وبيظهر ان هي عارفة كل حاجة عن بيامي وبتقوله انها بتدور على حد عشان يراعي باباه. وبيرجع لشغله وبيظهر عليه انه محترف جدا في الشغل لدرجة انه بيتخيل التصميم قبل ما يرسمه. وفي الوقت ده بتجيله ليا وبتقوله ان ديمتري عامل مشكلة وعايزه ضروري، ولما بيروح له بيكون عامل مشكلة بسبب ان البدلة بتاعته طلعت صغيرة عليه، لحد ما بيجي بيامي وبيفضل يهديه وبيفضل يظبط له البدلة بتاعته. ولان بيامي الشاطر بياخد قياسات ديمتري بالنظر، بس ديمتري بيكون متعصب وبيخليه يجيله وياخد المقاسات بتاعته، وبتطلع هي نفس المقاسات اللي قاله عليها بيامي. وبنعرف انه شاطر جدا وبيحب مجاله، وبنعرف ان دي بدلة الفرح بتاعة ديمتري. وفي الوقت ده مامة ديمتري بتيجي وبتقول لبيامي انها عايزاه يعمل للعروسة الفستان بتاعها، ولما بيسمعها ديمتري بيرفض كلامها وبيقول لها انه مش عاوز حد يشوفها، لكن مامته بتزعق له وبتقول له ان بيامي شاطر جدا وان مفيش حد هيعرف يعمل الفستان ده احسن منه. وبيظهر على ديمتري ان هو خايف من بيامي فبيضطر انه يوافق، بس بيقول له ان هو واثق في مهاراته عشان كده هيخليه يعمل الفستان بس بشرط وهو مغمض عينيه. وبيروح ديمتري لأوضة العروسة وبيكون اسمها إسفت وبنشوفها وهو حابسها في صندوق، وبيظهر ان هو جابرها انها تتجوزه، وبيقول لها ان صاحبه بيامي هيجي عشان يقيس لها الفستان، وبيقول لها ان هي ما ينفعش تقول لاي حد على اي حاجه من اللي بيحصل بينهم لان ده سر وبيهددها. وبيجهزوا العروسه وبيكون بيامي مغمي عينيه، وبيبدا بيامي ياخد مقاسات إسفت. وفي الوقت ده بيجي لمامة ديمتري اتصال وبتخرج من الاوضه، وبيظهر على إسفت التعب فبيطلب بيامي من سوزي تجيب لها ميه، ولما بيخلص شغله بتقوله ان العروسه دخلت الاوضه، وبيسمع سوزي وهي بتتكلم عن باباه وبيزعق لها وبيقول لها ان مفيش حد يعرف ان باباه عايش اساسا لانه قايل للكل ان باباه ميت، وبيحذرها وبيقول لها ما تقولش لحد ان باباه عايش. ولما بيامي بيرجع للبيت بيسمع صوت باباه وهو بيتخانق عشان الالعاب بتاعته نسوها، ولما جدته بتجيله بتزعق له وبيظهر عليه انه بيخاف من مامته جدا وان معاملتها قاسيه معاه وانه كان بيحب باباه اكتر من مامته، وبتطلب من الخدامين انهم يربطوه. وبيامي بيكون شايف كل حاجه وهم بيربطوا باباه، وبيرجع بيامي لأوضته وبيكون معاه صندوق
وبنعرف إن اللي في الصندوق ده هي ورقة وصاية تنازل مامته عنه لجده، وبيكون في صورة بس الأم صورتها فيها مش واضحة، وبيكون اسمها كيراز. وبيامي بيظهر إنه مش طايق مامته بسبب إنها اتخلت عنه، وبيجي تاني يوم والخدامة بتنادي عليه عشان يتعرف على الممرضة الجديدة واللي بتكون نفسها اسفة خطيبة ديمتري، بس هي بتعرف نفسها على إنها واحدة تانية وبتقول لهم إن اسمها فيروز. وبتفتكر اسفة أول مرة جت فيها لإسطنبول هي وعيلتها، وبيظهر إن أول مكان راحوا له على طول هو بيت ديمتري. وبنعرف إن مامة اسفة تبقى أخت مامة ديمتري، وبنعرف كمان إن هم جايين لإسطنبول عشان يجوزوا اسفة لديمتري. وبيظهر على اسفة إن هي مش مبسوطة ومش عاوزة تتجوز ديمتري، ولما ديمتري بيعرف إن هي مش عايزة بيفضل يضربها وبيهينها وبيحبسها في الصندوق وبيفضل يعذب فيها. ولما بيجي الليل اسفة بتروح لمامتها وبتفضل تترجاها إن هي تخلصها من ديمتري وإنها مش عاوزة تتجوزه، بس مامتها مش بتسمع كلامها. وبنعرف إن في اليوم اللي كان بيامي بياخد مقاسات الفستان بتاعتها بتكون اسفة سمع كل حاجة وعرفت إن بابا تعبان وبيدوروا له على ممرضة. وهنا بنعرف إن هي هربت وراحت لبيت بيامي وضحكت عليه وغيرت اسمها على إنها ممرضة. وبيامي بيتفق معاها، ولما بياخدها عشان يوريها لبابا، بابا أول ما بيشوفها بيكون مبسوط وبيفرح بيها وبيفضلوا هما الاتنين يلعبوا مع بعض. وديمتري لما بيعرف إن اسفة هربت بيفضل يشرب لحد ما بيفقد الوعي، وبابا بيجي يزعقله. وجدة بيامي لما بتجيله بتزعقله إنه شغل الممرضة فيروز من غير ما يقول لها، وبتزعله وبتقوله إنه لازم الممرضة تتجوز بابا لأنها هتفضل معاه 24 ساعة. بس بيامي بينفعل وبيرفض. وفي الوقت ده الخدامة بتيجي لبيامي وبتقوله إن بابا عامل مشاكل، ولما بيطلع له بيلاقي اسفة بتقول لهم إن المفروض يفكوا السلاسل اللي بابا مربوط بيها لأنه كده بيخلي شخصيته قاسية وعدوانية، وإنهم لما يفكوا السلاسل هيرجع زي الأول. فبيامي بيوافق على كلامها وبيطلب منهم إنهم يفكوا له السلاسل. واسفة بتاخد بابا بيامي وبيفضلوا يلعبوا في الجنينة، وبتفتكر لما كانت صغيرة وكانت في دار أيتام وكانت المشرفة بتاعة الدار بتزعلها وبتقول لها إنه مستحيل حد يجي ويتبناها. وهنا بنعرف إن اسفة مش بنت خالد ديمتري ولا حتى قريبته، وإن هما متبنيينها. والخدامة بتقطع ذكريات اسفة وبتاخدها وبتبدأ تفرجها على البيت وبتعرفها فيه كل حاجة، وبتقول لها إن بيامي مش بيحب الضوضاء نهائي. وفي الوقت ده جدة بيامي بتيجي لاسفة وبتقول لها إنها لازم تتجوز مصطفى بابا بيامي، واسفة بتكون مصدومة ومش عارفة تقول إيه وبتفضل ساكتة. ولما بترجع لأوضتها بتفتكر إن عيلتها الحالية جت اتبنتها وكانوا متبنيينها عشان تراعي ابنهم المريض، وقالوا لها لو هي رفضت أو جابت سيرة لأي شخص هيرجعوها تاني للدار وتتعذب فيه. وبتكون قاعدة في أوضتها ومحتارة ومش عارفة توافق ولا ترفض. وتاني يوم بيامي بيروح لديمتري عشان يديله البدلة بتاعة الفرح، بس بيعرف إن العروسة بتاعته هربت. ولما بيطلع لديمتري بيفضل يترجى بيامي إنه يساعده يلاقي خطيبته، وبيقول له إنه بيحبها بجنون وما يقدرش يستغنى عنها. ولما بيامي بيرجع للبيت بيدخل المشغل بتاعه، بس اسفة بتجيله وبتقوله إنها مش موافقة تتجوز باباه. فبيستغرب بيامي من كلامها، فبتقوله على كل حاجة وبتقوله إن جدته طلبت منها إنها تتجوز باباه. فبيرد عليها بيامي وبيقول لها إن مستحيل حد يجبرها على حاجة هي مش عايزاها، وبيطلب منها تنسى كلام جدته نهائي. فبتوافق، ولما بتيجي تمشي بيطلب منها إنها تقيس الفستان اللي هو لسه مفصله. فبتوافق اسفة، ولما بتدخل المكان اللي هتقيس فيه بتلاقي الفستان بتاعها قصادها وبتكون متوترة. ولما بتخرج بيبدأ بيامي يظبط الفستان عليها، فبتجيلها نفس الحالة اللي جات لها وبيامي بياخد تفاصيل الفستان، وده اللي بيخلي بيامي يشك فيها. لكن بيجي مصطفى بابا بيامي وبتعرف تتهرب من بيامي وبتاخد بابا مصطفى وبيطلعوا للأوضة. وبيجي تاني يوم وبابا ومامة ديمتري بيكونوا خايفين من هروب اسفة، وبيظهر انهم مخبيين سر كبير وخايفين ان اسفة تكشفهم. وبيروح بيامي لديمتري وديمتري بيعزم بيامي على العشاء، بس بيامي بيرفض وبيقول له ان هو مش هينفع يخرج علشان جدته. فبيقول له خلاص هنيجي نتعشى عندك. وبيامي بيكون مصدوم ومش عارف يقول لهم ايه لانه مش عاوز اي حد يكتشف سر باباه، لكن مش بيكون قدامه اي حل تاني وبيضطر انه يوافق. وبيجي الليل وبيامي بيروح لاسفة وبيقول لها ما تخرجش باباه نهائي وما تخلوش يعمل اي صوت لان عندهم ضيوف مهمة وهم عيلة ديمتري. واول لما اسفة بتسمع بتكون خايفة ومتوترة ليكشف سرها. ولما بيجي الليل بيكون الكل متجمعين على عشاء، واسفة بتنزل عشان تسمعهم وبتسمع جدة بيامي وهي بتسأل ديمتري على خطيبته. فبيقول لها ان هي هربت بس اكيد هيلاقيها، ولو ما لقاهاش عيلتها كلها هتتدمر وتفلس.
وبتقرر اسفت إن هي تطمن على باباها ومامتها وتقول لهم إن هي موجودة، بس بتخاف تاني لما بتسمع مامتها وهي بتقول لباباها إن هي تتمنى إنهم يلاقوها عشان يرجعوها تاني تتجوز ديمتري. وفي الوقت ده بتقرر اسفت إنها ما تقابلهمش ولا هتقول لهم على أي حاجة، بس باباها بيشوفها بالصدفة لكن مش بيرضى يقول لمامتها على أي حاجة، وبيظهر عليه إن هو بيحبها أكتر من مامتها. وبابا بيامي بينزل عشان يدور على اسفت، وديمتري بيشوف بابا ميامي وبيكون مصدوم ومش عارف يقول إيه. وفي الوقت ده اسفت بتكون شايفة كل حاجة بس مش بتقدر تروح تاخد بابا بيامي عشان ديمتري بيكون موجود وهي خايفة منه. وديمتري لما بيسأل بيامي على باباه بيقول له مين ده وبيعمل ايه، لكن بيامي مش بيكون عارف يقول حاجة لحد ما الخدامة آسيا بتيجي وبتقول ان هو اخوها. فديمتري بيقول لبيامي ان هو كبر في نظره وبيقول ان هو فخور بيه وانه كمان بيساعد الخدامين اللي عنده. وبعد لما ديمتري وعيلته بيمشوا بيامي بيروح يزعق لإسفت عشان سابت باباه يخرج، وبيبدأ باباه يدافع عنها وبيظهر عليه ان هو بيحبها وبيزعق لبيامي وبيضربه بكل حاجة لحد ما بيامي بيتعصب على باباه. فبتيجي اسفت تدافع عنه فبيزعق لها بيامي وبيطردها. وبيجي تاني يوم وبتبدأ اسفت تحضر شنطتها عشان تمشي، وهي مروحة بتقابل بيامي وبتعتذرله على كل حاجة ومش بتكون عارفة تروح فين، فبتتصل على باباها عشان يقابلها. وبيكون ديمتري سامع كل حاجة وبيمشي ورا باباها، وبيكون باباها رايح على الجنينة. وأول لما اسفت بتشوف ديمتري بتهرب منه بس بيعرف يمسكها هو والرجالة بتاعته لحد ما بتلاقي السينما وبتدخل فيها، وبذكائها بتعرف تهرب من ديمتري ورجالته وبترجع على بيت بيامي وبتقول لجدة بيامي ان هي موافقة انها تتجوز بابا بيامي. وجدة بيامي اول لما بتسمع كده بتكون مبسوطة وبتوافق انها تجوزها فورا ليه. وبيكون بيامي مش موجود ومش عارف اي حاجة لسه. وبنروح لديمتري وهو في البيت ومتعصب وزهقان ومش طايق حد وبيبدأ يضرب بابا اسفت، بس بابا بيضربه وبيطرده بره البيت. وتاني يوم جدة بيامي بتجيله وبتقوله ان هي رجعت فيروز تاني اللي هي اسفت. وديمتري بيروح لبيامي وبيفضل يحكي له على كل حاجة وبيعيط، فبيامي بيقول له ان هو معاه على طول لو محتاج اي حاجة. وبابا ومامة ديمتري بيفتكروا هم الصغيرين لما كان معاهم طفلة صغيرة وادوها اسورة وسابوها على باب دار الايتام. وفي نفس الوقت ده سوزي بيتصلوا عليها من دار الرعاية وبيقولوا لها انهم هيتأخروا شوية في انهم يجيبوا لها ممرضة، فبتستغرب. وبابا بيامي بيروح لاسفت وبيصحيها من النوم وبيجبرها تصحى عشان تلعب معاه وبتفضل تهديه، بس الاسوره بتاعتها بتقع منها على الارض، بس ما بيسمعش كلامها وبيروح للاوضه بتاعه الشغل بتاعه بيامي وبيفضل يلعب فيها. وبالصدفه اسفت بتشوف الصندوق اللي فيه الصوره بتاعه بابا وماما بيامي، وبابا بيامي بيخلي اسفت تقيس الفستان، وفي الاول بتكون رافضه لكن بتضطر توافق علشان يهدى. وفي الوقت ده بيامي بيرجع للبيت وديمتري بيروح له عشان بيكون عايزه ضروري. وبيامي لما بيرجع الاوضه بتاعته وبيشوف اسفت بيتاكد ان هي خطيبة ديمتري وبيكون مصدوم ومش عارف يقول ايه وبيزعق لها، فبتقول له ان هي ما كانش قدامها مكان تاني تروح له غيره، وبتقول ان هي مش بتحب ديمتري وان هي هربت منه عشان بيعذبها. وفي نفس الوقت ده بيسمع بيامي صوت ديمتري فبيضطر ان هو يروح له، وسوزي بتجيله وبتقول له ان الممرضة الجديدة خدعتهم، بس ديمتري بيسمع كل حاجة وبيقول لسوزي مستحيل بيامي يقدر حد يخدعه وانه عاوز يشوف البنت اللي خدعته دي. بس جدة بيامي بتجيله وبيسلم عليها وبالصدفة بيشوف الاسورة بتاعت اسفت وبيكون خايف ومش عارف يقول لديمتري ايه، فبيقول له ان الفستان بتاع اسفت عنده واكيد كانت الاسورة دي موجودة في الفستان عشان كده هي وقعت على الارض. فبيطلب ديمتري ان هو يشوف الفستان بتاع اسفت، وبيامي بيحاول بكل الطرق انه ما يخليهوش يشوف الفستان، بس ديمتري مش بيوافق. ولما بيروحوا بابا بيامي واسفت بيستخبوا وبتكون خايفة ان ديمتري يشوفها، وفي نفس الوقت بيامي بيكون خايف ان ديمتري يعرف حقيقة باباه. وسوزي بتروح لاسفت وبتزعق لها وبتقول لها ان هي عرفت عنها كل حاجة، بس جدة بيامي بتيجي لاسفت وبتقول لها تخرج بابا بيامي للجنينة. واسفت مش بتلاقي الاسورة بتاعتها وبتفضل تدور عليها في البيت كله لكن مش بتلاقيها. وبيامي لما بيروح الشغل سوزي بتجيله وبتقول له ان فيروز نصابة، فبيزعق لها وبيطردها وبيكون متوتر ومش عارف يركز في حاجة وبيفتكر كلام جده وهو بيقول له ان يكون عنده حكمة في اختيار المواقف. وبيجي الليل وبيرجع بيامي للبيت واسفت بتكون مستنياه وبتعتذر
بيحكي له على كل حاجة عملتها، وبيقول لها إن هو هيرجعها لديمتري، بس هي بتفضل تترجاه وبتقول له إن ديمتري بيعذبها وهي مش عاوزة تتجوزه. فبيوافق إن هو مش هيقول لديمتري على أي حاجة، بس بشرط إنها تخرج من البيت وما ترجعش تاني. فبتوافق وبتطلب منه يديها مهلة بسيطة على ما تلاقي بيت تاني غير ده. بس بيامي بيقولها إن هو هيسفرها لندن لصديق ليه، لكن اسفت بتكون خايفة وبترفض، بس هو بيطمنها وبيقول لها إن مفيش حد هيلاقيها لما تسافر، فما بيكونش قدامها غير إنها توافق. وفي الوقت ده جدة بيامي بتكون شايفة كل حاجة، ولما بتروح لأوضة مصطفى اللي هو بابا بيامي بتشوف صورة اسفت وهي لابسة نفس الأسورة اللي كان ديمتري بيقول لها إنها بتاعت خطيبته، فبتعرف كل حاجة وإن فيروز نفسها هي اسفت خطيبة ديمتري. وبيامي بياخد اسفت عشان يظبط الفستان عليها، وبتقول إن هي مستغربة إزاي عرف إن هي اسفت، فبيقول لها إنه شاطر جدا في شغله، وبتكون عايزة بيامي يأجل سفرها وبيوافق. وبيظهر عليهم إن هما الاتنين بدأوا يحبوا بعض، وجدة بيامي بتكون شايفة كل حاجة وبتكون زعلانة لأن بيامي ما يعرفش إن اسفت اتجوزت باباه. وفي نفس الوقت ده بيجي لبيامي السواق بتاعه وبيقول له إن صاحبه عثمان ابنه تعبان جدا، فبيجري عليه على طول وبيغير من شكله، وبنعرف إن هو بيضحك على صاحبه عثمان وبيقول له إن هو عازف موسيقى لأنه بيكون عايز يعرف سر منه. وتاني يوم ديمتري لما بيروح للشركة بيعرف إن باباه خلى بابا اسفت ياخد منصب كبير، بس ديمتري بيزعق لباباه وبيقول له إن هو عارف كل حاجة وإنه عامل كده عشان يعرف مكان اسفت من باباها. وبيامي بياخد باباه واسفت عشان يتفسحوا وبيروحوا للبحر، وجدته بتكون شايفة كل حاجة وبتستغل الفرصة دي وبتروح لبيت ديمتري عشان عايزة تتأكد إن فيروز هي اسفت ولا لأ، وفعلا بتتأكد لما بتطلب منهم يوروها الصورة بتاعتها. وبيامي بيسمع اسفت وهي بتقول للبابا إن هي مش عايزة تسافر بس مضطرة عشان ديمتري. وفي نفس الوقت بابا ومامة ديمتري بيفضلوا يتكلموا على اسفت، وبيكون ديمتري سامع كل حاجة لأنه حاطط لهم سماعة وبيتجسس عليهم، وبينكشف السر بتاعهم لما بيقولوا إن اسفت ليها نص الثروة دي لأن أهلها كانوا أغنياء جدا وهم تخلوا عنها عشان ياخدوا كل الفلوس بتاعتها. وديمتري بيكون مصدوم وهو قاعد لوحده بيبدأ يربط الأحداث كلها ببعضها، وبيعرف إن اسفت في بيت بيامي صاحبه. وبيجي الليل وبيامي بيبدأ يغير هدومه عشان يروح الفرقة الموسيقية ولصاحبه عثمان، واسفت بتكون مستغربة هو ليه كل يوم بالليل بيخرج، فبتركب مع العربية من غير ما يعرف وبتنزل وراه تقابل شخص غريب. ولما بتسأله على بيامي بيقول لها إن هو ما يعرفش حد بالاسم ده لحد ما بيجي لها بيامي وبياخدها وبيزعق لها وبيخليها ترجع تاني للسواق. وديمتري بيروح لبيت بيامي وهو زهقان ومتعصب وبيفضل يدور على اسفت، ولما مش بيلاقيها بيزعق لجدة بيامي وبيقول لها تقول لبيامي إن هو هيستناه بكرة الصبح ويجي له ويجيب معاه اسفت. وبنروح لبيامي وبيبدأ يعزف والكل بيكون مبهور بيه، وبتكون اسفت سامعة كل حاجة. ولما بتسأله هو بيعمل كده ليه بيقول لها إن هو عاوز يتقرب من عثمان لأنه الشخص الوحيد اللي يعرف مكان مامته. وبنروح لعثمان وهو قاعد مع ست غريبة كانت بتعيط من عزف بيامي وبيقول لها إنه لازم يعرف مكانها لأنها مامته. وهنا بنعرف إن الست دي هي نفسها كيراس مامة بيامي. ولما بيامي واسفت بيرجعوا للبيت جدة بيامي بتبدأ تزعق له وبتعرفوا إن هي عارفة كل حاجة عن اسفت، وبتزعق وبتقول له إن ديمتري مستني وإن هو عرف كل حاجة. ولما بيامي بيرجع أوضته بيكون محتار ومش عارف ياخد قرار. وبيجي تاني يوم وبيامي بياخد اسفت وبيروحوا لديمتري وبيقولها ما تنزلش من العربية وهو هيحاول يتفاهم معاه، بس اسفت بتكون خايفة على بيامي وبتقول له إن هي هتروح لديمتري، بس بيامي بيمنعها وبيقول لها إن هو بيحبها. ولما بيروح لديمتري بيسأله على طول على اسفت، لكن بيامي بينكر كل حاجة وبيبدأوا الاتنين يتخانقوا مع بعض، وديمتري بيبدأ يضرب بيامي وبيرفع عليه السلاح لحد ما اسفت بتيجي وبيكون معاها سلاح وبترفعه على ديمتري. وديمتري بيبدأ يشك إن اسفت بتحب بيامي بس مش بترضى ترد عليه، واسفت بتيجي تضرب ديمتري بتيجي الرصاصة في بيامي، وديمتري بيكون مصدوم وخايف على بيامي وبيظهر قد إيه إنه بيحبه وبيفضل ينادي على حد يجي عشان ينقذه. واسفت بتكون مصدومة إن هي قتلت أكتر شخص حبته وكان بيحاول ينقذها من الورطة اللي هي فيها. وبكده بيخلص الجزء الأول من مسلسلنا، استنونا في الجزء الثاني. سلام.